بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده يا رب. اللهم صل على النبي. قلت قمنا من النوم كده، اتشجعت وقلت اما ايه انضف الارج دي كده تنظيفه حلوه ونكنس كده ونرتب ونشوف الدنيا فيها ايه. حبيب قلبي اللهم صل على النبي. قمت بقى كده نفضت الشلت، والبطانيه دي كده بنحطها ايه، هي اصلا بطانيه وانا قسماها نصها فرشها على الارض كده تحتنا واحنا قاعدين، والنص التاني برضه بنتغطى بيه. دول كنت عيناهم، الحتتين دول والله كنت غسلاهم وعيناهم يعني من الشتاء اللي فات. فاللهم صل على النبي. جيت اطلعهم بقى لقيتهم كلهم تراب، رغم ان هما متعانين والله، بس ريحتهم من الكاميرا كده والتطبيقه لقيت ريحتهم مكموره كده ووحشه وعايزين يتغسلوا. رحت غسلاهم يوم الشتاء، يوم الدنيا ما كانت شاتيه من كام يوم كده، رحت غسلاهم. ففرشتهم بقى، فرشت حته كده بنقعد عليها كده بتدفنا واحنا قاعدين، وحته بنحطها برضو على رجلين. خسارة، امال هنعمل بها ايه؟ يعني هنرميها خسارة، نستفاد بها نقعد نحطها على الارض نقعد عليها خسارة. عدنتها حافظة. ونفضت بقى كده، هنفض بقى الدنيا كده ونكنس، هو نضيف يعني ومترتب، بس برضه بنتزيه مطرح ما كنا بنبقى قاعدين فيه بالليل والهرس وكده. أهو. جبت المكنسة، قلت لا المكنسة مش مشغلاها خسارة، الكهرباء غالية. رحت بالمقشة كده بقى العادية، وقمت كانسة وقافلة الشباك ومنفضة البطانية وفرشها تاني، وخلينا الدنيا رايقة وزي العسل. وكانت في الوقت دوت الغسالة شغالة برضو على شوية غسيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانت الغسالة بقى شغالة والدنيا ايه دايكة في المطبخ. غسلنا شوية هدوم وطلعناهم بقى كده على البلكونة، نشرناهم وكنسنا البلكونة وخلينا الدنيا عسل. ما الواحد كده بيقوم من النوم متشجع كده، بيفضل متشجع طول النهار ومتحمس طول النهار. ببقى في اليوم اللي قمت فيه بدري وخلصت شغل بدري مش ببقى عايزة اقعد خالص. لكن اليوم اللي بقوم فيه الساعة 9 ولا 10 ببقى قايمة كسلانة ومش قادرة أعمل أي حاجة ومش لاقية نفسي لأي حاجة. فعلا الشغلانة البدرية منسية، والقومان بدري فعلا نشاط وحلو. وبطبيعتي أصلا، ويعني بطبيعتي ومن عادتي إن أنا بقوم بدري أصلا، طول عمري بقوم بدري. كده بقى كنست أهور لكم بالمقشة العادية كده، ما شغلتش المكنسة ولا حاجة. لأني لو لقيتها يعني محتاجة المكنسة كنت شغلتها، بس من الصراحة لقيت الحتة نظيفة. بس مطرح ما بنقعد بالليل كده، عيل موقع حاجة بذر سفندي، لقمة عيش حاجة، فعملت بالمقشة كده. وحطيت في الوقت دوت البطانية اللي بنفرشها، حطيتها على سور البلكونة، نفضتها حلو وسبتها هناك في الشمس شوية. رحت بقى جبتها فرشتها كده اهو، قفلت بقى الدنيا وخليت الدنيا زي العسل اهو. بس نخش بقى نقعد بنفتح الشاشة وبنقعد بالليل بنسهر كده. هنا بقى كانت الغسالة شغالة اهي، حاطة فيها شوية مية كده وشوية برسيل، برسيل جل وكيس اريال، وبغسل شوية هدوم. وهنا بقى المواعين زي ما انتم شايفين اهو، ده بقيت الهدوم. وطلعت بقى على البلكونة كده نشرت شوية، ولقيت ان البلكونه عايزه تتكنس، قلت لا اما اكمل ايه نشير. مش هستنى اسيب النشير لما اكنس البلكونه واخلي الدنيا زي الفل الاول، لا. رحت جايه مسحه الحبال ونشره شويه غوامق، وسبت الهدوم التانية قلت لما اكنس الاول. مع ان المفروض ان انا اكنس البلكونه وامسحها وامسح الحبال وبعدين انشر. بس يلا بقى، نعمل ايه؟ قفلة مخ بقى بعيد عنكم. هنا بقى كنت واقفه بكلم العيال على البلكونه قاعدين بيلعبهم على المصطبه تحت، وأوكا نازلة معاهم، قاعدة معاهم فعيانة، بقول لهم خلي بالكم منها العيانة وكاشفة ومش حد يزعلها يعني من العيال. فأنا واقفة قابلها كده بكلمها، لأن أنا مش كنت عايزاها تنزل، فصممت تنزل، شافت العيال فصممت تنزل تروح له. فأنا بوصي بقى العيال بقول لهم خلي بالكم منها العيانة ومش حد يزعلها. أنا واقفة كده بقى قابلها بكلمها وبوصي العيال يخلوا بالهم منها. كنست البلكونة وجبنا غسلنا كملناه نشير، وش الدنيا مشت وبقت زي العسل. والناس هتعمل ايه؟ يلا يا حبايبي، ربنا يعيننا ويعينكم ويعين الناس كلها يا رب. هنا بقى كان استهوت برضه يعني هي خيلاني برضه، مش جاي لقلبي ان انا اسيبها تحت، وعيني عليها والله. وقلقان طول ما هي تحت مع العيال وانا عايزاها تطلع.
وفعلا بعدها بشوية طلعت نامت جنبي على طول، نعست ما قامتش الا بعد المغرب. هنا بقى خلصت كده كنيس، هروح اجيب بقى ايه سبت الهدوم عشان اكمل بقية النشير، ودول كده كانوا على السور بدورهم. يا حبايبي بقول لكم باي باي، وما تنسوش اللايك. برضه بوصي العيال عليها برضه. خيلتني هبة في اليوم ده والله، شغلتني خالص. هنا بقى كنت نشرت بقول لكم ده الغسيل، وده الفيديو بتاعنا كده خلص، واشوفكم في فيديو جديد حبايب قلبي، ومع الف سلامة. مع السلامة.